الوليمة الكبيرة دي كلها وصواني الملوك المليانة من خيرات ربنا دي في مطعم من المطاعم اللي حبايبنا رشحوها ليا ان نجربها. هنصلي على النبي كلنا ونعمل لايك للفيديو وشير علشان اقدر استمر على خير. وتعالوا نشوف ايه قصة الوليمة دي. عرفت ان ابو حميد صاحبي تعبان نفسيا وهفتان في نفس الوقت، فرحت له على طول علشان اخرجه من اللي هو فيه. ركبنا مواصلة لقوسنا ووصلنا هناك، وهنا ابو حميد كان لسه نفسيته تعبانة وكان على اخره وباين انه هيعملها ولا ايه. لا ارجع يا مجنون، مش دلوقتي، اصبر شوية وكله رايح كده كده. عدينا الطريق ورايحين نركب المواصلة التانية، وحظنا كان في الصندوق ده وحظ الناس اللي بعدنا في التويوتا الرايقه دي. بس معلش يلا بينا، تعالى هروق عليك لما نوصل كبابجي سلمان، واللي موجود في المنوفيه بالتحديد في اشمون شارع سعد زغلول بجوار ميدان صدناوي. وصلنا وابو حميد قال يشوف ايه الكلام، وبدا يبص على التلاجة اللي معروض فيها اللحوم ويطمن على مستقبله واللي هياكله بعد شويه، والطواجن اللي اشكال والوان واللي هنتعرف على كام نوع منها دلوقتي، ونشوف بالمره شكل الشوايه والمشويات وريحتها الرايقه اللي كانت حلوه. دخلنا جوه المطعم ولقينا شكله حلو وجوه مناسب ولايق على اسمه واللي بيقدموه. ابو حميد قال ياخد تعسيله كده لحد ما الاكل يجي. وصلت اول حاجه من البشاير السلطه والطحينه والشرب، ونركز بقى على اللي جاي علشان كتير وخطير. طاجن عكاوي بيقول حكاوي، شايفين الحكاوي؟ تعالوا نسمعها كمان. وطاجن تورلي بسله بالجزر وجواه لحمه، وصينيه فته باللحمه شكلها فخم وكبير كده، وطبق رز بسمتي، وصواني الوليمه بقى الكبار. اول صينيه كانت مشويات كتير، كباب وكفته وطرب وسجق وريش وشيش، والتانيه كانت فيها جوز حمام مع الممبار والبطاطس المقليه والسمبوسه فوق الرز البسمتي. وكده الوليمه بهوقت مننا خالص، بس لسه في الكبده اللي معموله وبتتقدم بطريقه الفاهيتا، وطشه الملوخيه واللي الشيف جه عملها قدامنا. واللي عملت ريحه جمدان وشكلها في الطواجن كده وهي بتجري الريق، وطبق فراخ شيش وفرخه مشويه كده. الدنيا بقت 200%. ابو حميد طبعا اول لما فاق من النوم وشاف المنظر ده اتفاجئ وقال ايه ده كله يا سندباد، ده انا من البلد دي بجد بقى. وقام مشمر وطلع الكفته وقال لي الكفته توب. وبعدين قعد محتار كده وبيقول لي خلينا اشوف الطرب، ومسك الطرب وداقه وكان مبسوط منه وقال لي الطرب هنا حلو قوي. دخل على طاجن العكاوي واداله تقليبه في الثانيه وكان لسه سخن جدا وما كانش جاي معاه سكه اصلا انه يجربه. وقلت له سيب لي الطاجن ده انا هعرف اتعامل معاه، وادخل انت على اللي بعده. الفته، صينيه الفته، عاملين الفته هنا برز بشعريه مش رز ابيض، بس ما علينا، المهم الطعم واللحمه اللي في الفته تكون مستويه ومظبوطه. وابو حميد اكد لنا الكلام ده وقال الرز مظبوط واللحمه مستويه كويس وطعم الفته حلو قوي. بعد كده شال صينيه المشاوي على دراعه وقال يدلع نفسه ويعيش الانبساط علشان الانبساط يبقى قريب من بقه كده يعني. وجرب كل المحتويات اللي في الصينيه وقال المشاوي كلها هنا ما فيهاش غلطه علشان التتبيله حلوه والتسويه مظبوطه. هشوف بقى الصينيه التانيه وادخل انا اشوف الكلام وامسك فرد الحمام واللي كان لونه ذهبي ومغري كده يخليك تمسك الحمامه وتطيرها على طول على بقك زي ما انا عملت كده. الحمام كان طعمه جامد جدا وتتبيله الرز داخل فيها سنه قرفه كده مخليه الحمام ظابط الكلام وطب. ابص بصه كده على صينيه المشاوي واخد لفه من السجق المشوي واديله 2 لايك في السريع، واخد حته شيش بيش كده من طبق الفراخ الشيش ده. ولحد دلوقتي كل حاجه مظبوطه الصراحه. ابو حميد هيشوف الحمامه بتاعته بقى علشان ياكلها، ومن اول ما مسكها وهو مبسوط وبيقول دايبه وطريه كده ولونها وريحتها رايق، وقال لها هتتاكلي خلي بالك. يعني ايه ابو حميد تخلي بالها؟ تطير مثلا يعني؟ وطبعا الحمامه ما لحقتش تاخد بالها لان ابو حميد هو اللي طيرها على بقه وكان طاير معاها من الانبساط. لما داق الحمام قال نفس رايي وكان مبسوط من طعم القرفه اللي في التتبيله برضه. وهنا ابو حميد كان بياكل من المشاوي وبيشكر فيها جدا وبيقول لي التتبيله اللي في المشاوي مظبوطه بالملي. قلت له كويس تمام، وهو بيزحلق الكلام وبيعصر ليمون على لسان العصفور، وفضل يزحلق الكلام كتير. وبعدين قام مره واحده لما عرف ان الكبده بردت شويه وفضل يغز فيها بالشوكه وياكل. قلت له يا ابو حميد ما ينفعش كده، خليني اقول لك ان الكبده بيتعصر عليها ليمون كده وتتاكل بالعيش، وعيش وسيبنا عيش. قال لي تمام اديني ملوخيه، وكان مبسوط قوي بالملوخيه وشرب منها كتير من حلاوتها. هدخل اجرب بسرعه الفته بقى كده واخد معلقتين في السريع، والاقيها زي ما ابو حميد قال الرز بشعريه بس حلو مع صلصه الطماطم وتحميصه العيش الجميله دي، واللحمه كمان مستويه ومظبوطه وحلوه. ابص بقى على ابو حميد الاقيه ماسك الفراخ المشويه، لكن هنا كانت التتبيله بالنسبه له قويه شويه ومخليه طعم الفراخ داخل في سنه مراره. وقال لي التسويه تمام لكن الطعم يعني نص نص. تمام شوف اللي بعده. ودخل على طاجن التورلي، طاجن بسله بالجزر وجواه قطع لحمه. وودي يا معلم، انا عاوزك تفرح يا ابو حميد وتفك كده. وبدا يفك فعلا حتت اللحمه من الطاجن ويودي، وكان مبسوط قوي بالطاجن ده. ادخل انا بقى على طاجن المعلمين، طاجن العكاوي المتين وطبق الرز البسمتي، واسحب حته عكاوي كده واريحها على الرز وشويه من الصوص والبهاريز اللي في الطاجن ونسقسق على الرز كده ومعلقه في التانيه. وكانت بدايه مبشره للطاجن. واخد بقى حته العكاوي واسمع الحكاوي. بحب انا الشغل الملبس ده، ومسكت في العكاوي وما سبتهاش من حلاوتها. ونصحت ابو حميد يجرب الطاجن ده علشان نفسيته تتحسن، بس بعد لما ادوق الطرب لاني كنت ناسي. كل المشويات حلوه الصراحه وانا
كده كده بحب الطرب وكان هنا مظبوط، كان عاجبني. ادخل بقى يا ابو حميد جمد قلبك وجرب العكاوي. وفعلا عملها وجرب اول معلقه رز بالبهريز، لكن كان متردد شويه، بس عجبته وقال التتبيله جامده. اما اشوف العكاوي نفسها واتشجع بقى، وسحب حته ملزلزه كده ودايبه. ولما داق عجبه الموضوع وقال هيكمل على العكاوي. وقال لي انت صح يا سندباد، انا انبسطت بعد العكاوي. كان في مكرونه بالبشاميل لسه ما جربتهاش، فقلت اخلص عليها انا بمعرفتي، لان ابو حميد كان مشغول في الصوان. واكلت كمان الكفته مع التوميه دي اللي كنت فاكرها طحينه. حلو الكلام خالص. ازحلق الكلام بشويه لسان عصفور وادوق الممبار، بس للاسف ما كانش حوار. تتبيله الرز حلوه بس كان مستوي زياده عن اللزوم وما كانش مفلفل، بس ما علينا. هطير الحوار ده بالريشه دي واودي بعدها على طول واحده سمبوسه محشيه لحمه مفرومه، واللي كنا ناسينها خالص، بس كانت حلوه وعجباني برضه. وابص بقى على ابو حميد والاقيه سارح مع الملوخيه وحلاوتها، وقال لي انا خلاص يا سندباد خفيت وبقيت تمام قوي، يلا بينا نروح ننام بقى علشان الاكل هنا حلو قوي، ولو فضلنا كده مش هنروح. وفي النهايه بقى حابب اوجه رساله لكل الصحاب، لو صاحبك نفسيته تعبانه او متضايق خده اعزمه وخرجه كده وروق عليه. الصحاب لبعضيها ومحدش واخد منها حاجه. وحابب اشكر اللي رشح لي كبابجي سلمان واقول له التجربه طلعت تمام. وفي النهايه بقى اللي جرب كبابجي سلمان يقول لنا رايه في تعليقات، واللي لسه ما جربش وناوي يجرب لما يجرب يقول لنا رايه. واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم. ومع السلامه يا غاليين، اشوفكم في فيديو قريب وجديد.